اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيتكم بوصفة سهلة وبنينة برشا، الناس الكل تحبها، اللي هي الكنافة بالقشطة. ان شاء الله تعجبكم الوصفة. كملوا الفيديو للآخر، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو بطريقة التحضير. اول حاجه باش نبدا بالشحور، خذيت كسرونه حطيت فيها 2 كيسين سكر، باش نزيد عليهم 2 كيسين ماء باش نحطهم على الغاز. بعد ما غلي الشحور 5 دقائق باش نزيدو القارص، مغرفتين قارص. هنا خذيت 500 غرام كنافه وكيس زبده ومغرفتين سكر محاوى. توا باش نحل الكنافة ماذا بيها تبات ليلة كاملة في الكونجيلاتور، تحطه تاخذه قبل بالنهار تحطه ليلة كاملة في الكونجيلاتور، أسهل هكاكا باش تنجم تتحل. توقعت نحل في الكنافة تحلوها بالكدا. بعد ما حليتها باش نحط عليها 2 مغارف سكر محاوى، ما تحطوش برشا سكر على خاطر هي باش تتشحر من بعد تولي حلوة برشا. لازم ندخلو كالسكر في الكنافة. توا باش نحط الزبدة كان حسيتوها معناها شربت الباط، انتي والنوع الباط فما انواع، خاطر كان حسيتوها شربت معناها تنجموا تزيدوها. الزبدة قبل ما تحطوها لازم تغليوها وتنحيولها الحليب متاعها. هنا خذيت البيركس اللي باش نطيب فيه، دهنته بشوية زبدة وقسمت الباط على 2، طبقة أولى وطبقة ثانية. نفرش الطبقة الأولانية، نحاول نحطهم الطبقات متساوية قد كيف الطبقة الأولانية كيف الطبقة الثانية. هنا لازم تنزلوا عليها باش يتماسكوا مع بعضهم. توا باش نطيب القشطة، خذيت كيس حليب، 2 مغارف شاي، زهر ولا عطر شيء، وجبن موتزاريلا. صبوا كاس الحليب على البارد هذايا نعمله، ونحطوا 2 مغارف شاي ونخلطوهم. نحلو كان شاي في الحليب بالكدا قبل ما نهزو نحطوها على النار. باش ما تكعبر الكمش. تو بعد ما حليت الشاي مع الحليب بالكدا، هزيت حطيته على النار وتقعدوا تحركوا باش ما تكعبرش الكريم. هنا تنجموا ما تعملوش قشطة معناها في الكنافة، تنجموا تخليوها هكاكا، تنجموا تحطوا فيها الفاكهة من داخل وما تحطوش قشطة معناها كيما تحبوا معناها. ولا تنجموا ما تحطوش جبن، تعملوا كريمة كهو شاي وحليب وكهو، ما تحطوش جبن، اما بالجبن تجيبني. هنا صبيت العطر شوية، مطوش نصب الجبن لازم يكون موتزاريلا ويذوب راه. شوفوا كيفاش هنا القشطة بدات تتجبد. توا باش نصب القشطة، ما نحطوش في الحراف خاطر كي توصل القشطة للحراف تتحرق، تخرج البرة تتحرق.
طب باش نحطو طبقة الاخرانية، نفرشوها الكل. سهلة، تنجموا تجربوها، ما تاخذش برشا وقت. وهنا تنزلوا عليها بالسيس باش القشطة متخرجش. هنا حابة ننزل عليها اما بالسياسة باش القشطة متخرج اللي على جنب وتتحرق. توا باش ندخل الكنافة للفور 200 درجة نص ساعة. هنا بعد ما خرجت الكنافة من الفور قلبتها على صحن التقديم، وباش نشحرها لازم تشحروها ديريكت بعد ما تخرج، تبدا سخونة، الشحور يكون بارد والكنافة تكون سخون. على ذاك لازمكم تطيبوا اول حاجة الشحور. نسقيوها بالكدا بالشحور. الكنافة متاعي شربت الشحور بالكدا. تو باش نزين الزينة حسب ما تحبوا، اللي عندكم انا تزينوا بيه. انا عندي شوية بيستا زينت بيه. هذه الكنافة متاعنا حضرت، تنساوش باش تجربوها وتكتبولي في الكومنتارات. تنساوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بسلامة في فيديو قادم.